هاد السيد جا الباب واسعه، تزوجت بيه وشتو مع ناس ومع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش يطيح لي في بالي ان واحد يجي تيبيع مخدرات او كيف. انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير، جو با قانون كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش ما يعني. زواج على سنة الله ورسوله. طلقت منه مده 4 شهور و10 ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات. ابدا. واش هادشي صح نيت؟ اولا خصكم تعرفوا كيعرفوها كاع اللي يتزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، الزواج المختلط تيكون واحد لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه على السيد؟ ما عنده والو. السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر. ماذا بيا يستثمر في بلادي؟ ماذا بيا يخدم الناس؟ ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، جا عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي. انا داري اللي كسبت، هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحال جميع الناس. بنيتها في 2005 وهذا السيد عرفتو في 2000 في اواخر 2013 ولاك دو مارياج عندي معاه من اخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي. من حقه كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي خصك تكوني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي. عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش. كاين هناك غموض خصني نعرف بزاف د الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي يجمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق الشقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصته. اوكي.